السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض وصفة سهلة وبسيطة وسريعة ومنقذة، فيها صفات كتير جدا. جبت بصلة وضربتها في الكبة وخرطت عليها قرن فلفل رومي كده حامي او بارد حسب ما بتحبي، فلفل وملح وكمون وبابريكا وسكر وبهارات فراخ، مكعب مرق، عصرة ليمونة، كل الحاجات دي كده مع بعضها على الفلفل وعلى البصل، ودعكتهم كويس جدا عشان البصل يتشرب من التوابل الجميلة دي. وبعد كده نزلت الفراخ القمر بتاعتي. طبعا تحطي بقى ايه فراخك، وراك صدور حسب رغبتك، يعني حسب ما انت حابة. بالشكل ده كده، واتبل كل الفراخ كده كل ما انزل قطعه كده اتبلها عشان كل الفراخ بتاعتي تبقى متبله تتبيله تمام كده زي العسل. طبعا بتدي طعم حلو جدا جدا. وطبعا زي ما قلت لكم هي اكله منقذه، يمكن بعملها مرتين في الاسبوع والله. طبعا بعد ما عملت كل الحاجات الحلوه دي بروح منزله بقى الايه البطاطس. عرفتوا بقى هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل بطاطس، بس طبعا بنعملها بتتبيله حلوه كده بتدي طعم مختلف شويه عن الطبيعي. البطاطس بقى غسلاها ومقطعاها مكعبات سميكه شويه كده عن المفروض، يعني عشان ما تتهرش معايا لما تستوى، وبتبقى شكلها حلو وطعمها كمان حلو بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. هقلب بقى الحاجات دي كلها كده بالفراخ بالبصل بالبطاطس بكل المكونات اللي انا حطيتها، طبعا مع التوابل والليمون مديها طعم رائع جدا. حابه تحطي فص توم مفيش مشكله، بس انا مش حابه طبعا عشان عارفين موضوع القولون اللي عندي يعني. طبعا بعد ما قلبتها كده مع بعضها كده طلعت الفراخ ورصيتها على الوش عشان طبعا اسويها واحط عليها الطماطم بتاعتها. طبعا الطماطم بتاعتها انا مش مصفيها في المصفى، انا مكسراها بس كده تكسيرات صغيره في الخلاط او في الكبه، يعني مخليها كده ايه خشنه شويه. كنت بحب الطماطم بتاعت صينيه البطاطس بالذات بتبقى خشنه شويه عن المفروض. نزلت كده عصير الطماطم زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده اهو. ودلوقتي هرطب عليها كده واروق عليها واحط لها كمان شويه فلفل اسود، شويه ملح، شويه زيت حلوين كده زيكم. وطبعا لو وصلنا للجزء ده ما ننساش نعمل متابعه ونصلي على رسول الله في الكومنتات يا حبايبي. اوكي، فطبعا كده خلصنا زي ما قلت لكم كده. شويه ملح بقى وشويه فلفل وحركات وحبشتكنات كده، وهدخلها الفرن على الصاجه تغلي غلوتين تلاتة كده. وبعد كده هنطلعها على الشبكة في الدرج الوسطاني، وخلاص كده هندخلها الفرن. وبعد ما هنطلع من الفرن هنشوفها كده مع بعض تمام التمام. وطبعا بألف هنا وشفا للي هياكل. اتمنى تعملوا الوصفة السريعة البسيطة دي وتجربوها، وهتلاقوا طعمها مختلف جدا، مش هتلاقوها صينية بطاطس عادية خالص خالص. بعد ما حطيتها في الفرن وسويتها طلعت بالشكل الرائع الجميل جدا جدا، كان طعمها تحفة جدا. جربوها تعجبكم. مع السلامة.